السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، إليكم تفاصيل أخبار الآن. أسدلت محكمة الاستئناف ببني ملال مساء أمس الخميس 17 نوفمبر الجاري الستار على القضية التي تهم اختلاس وتبديد مليار و400 مليون سنتيم وخيانة الأمانة تخص جمعية القصور الكلوي. وقضت محكمة الاستئناف بإدانة الرئيس السابق للجمعية ب5 سنوات حبسا نافذا، والبستاني ب4 سنوات، وأمين المال ب3 سنوات، وممرضة رئيسية ب2 سنين، ومقتصد سابق بسنة ونصف، ومقتصد آخر بسنة. فيما تم الحكم على متهمين آخرين في القضية ذاتها ب10 أشهر حبسا نافذا، وعلى 2 آخرين بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب متهم آخر حكم عليه ب6 أشهر موقوفة التنفيذ. هذا وكانت الشكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في الجمع العام لهذه الجمعية. وقد كشفت الشكاية أن مجموعة مصاريف الجمعية تجاوزت مليار و400 مليونا خلال سنة الواحدة، مثير بذلك الشكوك في ميزانية تسيرها، لا سيما أن مركز التصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفدت مدة صلاحيتها، والأخرى في حالة توقف جراء أعطاب تقنية. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة قرر متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام وأمين مال سابق في الجمعية لمساندة مرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال.